اليمنيين سكروا الشارع والله. المشاهد التي ترونها الآن ليست ازدحاما مروريا في الطريق العام ولا حتى تظاهرات شعبية سياسية. ما ترونه الآن هي حشود جماهيرية يمنية وأجنبية توافدت من داخل وخارج أوروبا، منهم من قطع المسافات البعيدة من بلدان عربية مختلفة لحضور حفلة نغم يمني في باريس. بعد إقامة عروض شعبية من الفلكلور اليمني في شوارع باريس ضمن مشروع السيمفونيات التراثية اليمنية في فرنسا، فتحت أبواب المسرح الفرنسي موغادور مساء يوم الاثنين 2 أكتوبر، وحضر الحفل أكثر من 1600 شخص في تظاهرة فنية هي الأولى من نوعها لليمن في أوروبا. وقف المايسترو محمد القحوم في مقدمة خشبة المسرح، وتناثرت من حوله حروف الخط اليمني القديم المسند، وبرفقته 72 عازفا وفنانا يمنيا وجنسيات عربية وأجنبية مختلفة، لتبدأ الحفلة بمقطوعة موسيقية ترحيبية للجمهور باسم يا حيا، كترحيب يمني خاص بكل الحضور على مختلف ألوانهم ومناطقهم ومناصبهم. قدمت الفرقة الموسيقية 10 مقطوعات موسيقية أوركسترالية مستوحاة من الألوان التراثية اليمنية، فشاهد الحضور لوحة موسيقية تمازجت فيها الألوان الغنائية بالأزياء التراثية اليمنية، حيث حضرت الملالة التعزية والقنبوس الصنعاني مع العود الحضرمي برفقة اللحن التهامي المميز. تفاعل الجمهور مع نغمات الموسيقى، وتراقص الحاضرون مع الأنغام المنبعثة من حناجر الفنانين. تحدثت الموسيقى وحدها ب10 لهجات يمنية متنوعة، بالإضافة إلى مقطوعة موسيقية جمعت اليمن وفرنسا في قالب أوركسترالي جديد أطلقوا عليه اسم الدان الفرنسي. غاب اليمن وتجزأ محليا بفعل السياسة، وحضر اليمن السعيد شامخا موحدا بفعل الموسيقى في تظاهرة فنية خالدة عبر مشروع السيمفونيات التراثية اليمنية الذي يهدف إلى إبراز الوجه الجميل لليمن وإظهار عراقته وتنوعه الثقافي والفني إلى العالم أجمع. محمد الراعي لقناة اليمن اليوم، القاهرة.